انت فاكر الجيزه دي وابو الهول ده مستنيك كده من 20,000 سنه عشان تقعد تنظر عليه؟ انت واهم، انت واهم. هي مش حضاره مفقوده، هو فهم ووعي مفقود. في البدايه خليني اقول لك ان مفيش حضاره من حضارات العالم القديم تعرضت لظلم تاريخي زي الحضاره المصريه القديمه. ابتدى خلال القرن العشرين تتعرض هذه الحضاره الى اتهامها بالوثنيه والكفر. المهم بعد المحاولات كتيره يعني ابتدت تخف حده هذه الاتهامات في بدايه القرن ال21 بعد ما يطلق عليه تحديث الخطاب الديني، والناس ابتدت تفهم، وابتدى الاتهام بالوثنيه والكفر ابتدى يخفت، لان بعد جرعه من التوعيه بقى ابتدوا يبصوا لاي واحد. هو لسه في الى الان يعني عشان بس نبقى صراحه مع بعض، لسه الى الان في قاعده عريضه بتتهم هذه الحضاره بالكفر والوثنيه، بس مفيش حد يبتدي يعني يقدر يجهر بهذا او يفخر بهذا، واخد بالك؟ ولو هو اشار يعني حاليا، لو حد اشار الى هذه الحضاره وموروثها التاريخي من الاثار بالكفر والالحاد، بيلاقي اللي يرد عليه. الناس يقول له انت فاهم غلط، هم ما كانوش كده، لا انت اللي فاهم غلط. فدي نقطه مهمه قوي، ده تقدم كبير جدا. بس يعني في بدايه القرن ال21 بعد ما ابتدينا ناخد نفسنا ونرتاح شويه من المعارك اللي كنا بناخدها عشان نبرئ ونزيل التهمه بالكفر والوثنيه عن الحضاره المصريه القديمه، ظهر لنا بقى تيار جديد لا يقل خطوره عن تيار التكفير، الا وهو تيار التاريخ البديل. ده تيار ابتدى في الخارج، ما ابتداش في مصر، ابتدى في الخارج في امريكا، عشان الناس بس فاكره ان ده نتاج ابحاث وباحثين مصريين. لا خالص. التيار ده موجود من سنين، من نهايه القرن العشرين في امريكا وفي اوروبا. يعني الرواد بتوعه واحد زي جراهام هانكوك، ده راجل انجليزي. فالتاريخ البديل دي مدرسه غربيه. اللي حصل بقى في السنتين ثلاثه الاخيرين، ابتدى بعض المصريين بيطلقوا على نفسهم انهم باحثين في التاريخ البديل. هم ناقلين لنظريات الاجنبيه، نظريات الغربيه الاوروبيه الامريكيه، ناقلين عن جراهام هانكوك، عن روبرت شوك، عن كريستوفر دان، عن روبرت بوفال، كل نظرياتهم وترجمتها للمصريه والعاميه، وبينزلوا بيها حلقات او فيديوهات على الانترنت، لانه بيروج وبيدعي بوجود حضاره مفقوده، حضاره ليها تكنولوجيا متقدمه ومفقوده. هي الحضاره المفقوده دي هي المسؤوله عن بناء وتشييد كل المنجزات الحضاريه الكبيره لمصر القديمه، زي الاهرامات والتوابيت والمسلات والتماثيل الضخمه. طيب ليه اكتسب تيار التكفير وتيار التاريخ البديل قاعده قاعده من المعيدين في مصر؟ هو عدم الفهم. لما الناس فهمت بطلت تكفر، لما الناس فهمت وزاد الوعي بطلت بقى حتى اللي بيتكلم في التكفير دلوقتي بيبقى مكسوف، يعني بيشعر بالخجل، لان ممكن يدعى، يعني ممكن يتهم بالغباء او بعدم المنطقيه، فبالتالي هو بيستحي، بيخجل. ممكن هو جواه لسه بيكفر هذه الحضاره، بس يخجل انه يعلن عنها. هذا التيار الاخر اللي هو تيار التاريخ البديل اكتسب مؤيدين وقاعده عريضه في مصر برضو لهذا السبب، عدم الفهم، عدم الوعي. هو الحضاره المصريه، التاريخ المصري في العقليه والوعي الجمعي المصري بيغلفوا علامه استفهام كبيره. الناس ما بتقراش طبعا، ما بتدرسش التاريخ المصري، وده تاريخ تقيل شويه، وعايز عمق في البحث وعمق في الدراسه، وعايز زيارات، وعايز ثقافه بصريه، عايز تروح متاحف، عايز تروح مزارات. كل ما يحيط بالحضاره المصريه القديمه عباره عن الغاز وعلامات استفهام، اجابتها صعبه جدا الا لمن له سعاده والحظ، يعني ان هو يدرس ويتعمق ويبحث ويعشق. لازم تبقى انت مش دارس بس، انت لازم تكون عاشق ومحب لهذه الحضاره، ولازم تؤمن ان هو ده الجذر بتاع الهويه والثقافه المصريه. الحضاره المصريه القديمه هي الجذر الاساسي للثقافه والهويه والقوميه المصريه. لو انت مش مؤمن بهذا، هيبقى حماسك لدراسه وفهم وعشق هذه الحضاره ضعيف، فبالتالي انت هتبقى عرضه لاي نظريات متطرفه، اي نظريات
بتخضع لتصنيف نظريات المؤامره، ولكن التيار بتاع التكفير كان تجد من البسطاء اكتر، اللي هم عندهم الخطاب الديني عندهم قوي وغير والخطاب الديني الخاطئ. انما الخطير في موضوع التيار التاريخي البديل ان اللي بيعتقد في هذا بيدعوا ان هم من المتعلمين والمثقفين احيانا. يعني دي خطوره الموقف، لان يعني في ناس تقول لك والله انا خريجين جامعه، وفي ناس يقول لك انا مهندس، وفي ناس يقول لك انا مش عارف دارس ايه، وفي الاخر تلاقيه مقتنع مثلا ان الهرم ده مصنع طاقه. فعدم الفهم والمعرفه السطحيه لتاريخ وفن وعماره الحضاره المصريه القديمه خلى الحل السهل ومريح ايه؟ هو يا اما تكفر تلك الحضاره، ما انت عايز تلغيها بقى، يعني انت مش فاهمها، مش عايزها قدامي، انا مش عايز اشوفها، ما تشغلنيش بقى، ما يا اما كفرها واشيلها من بره الرؤيه خالص، اشيلها من بره المنظور بتاعي، او يلغي اي انجاز بشري وحضاري لها عن طريق ايه بقى؟ عن طريق خطف الحضاره المصريه وجرجرها كده وبيرميها بقسوه الى المجهول، الى الماضي السحيق. يعني بعض الباحثين بتوع التاريخ البديل في الخارج، خلي بالك ما انا بتكلمش عن مصر، بيرموا فتره الحضاره المفقوده ديت واللي هي المسؤوله عن معظم المنجزات والاثار المصريه القديمه، بيرجعوا الى ايه؟ الى فترات بعيده قد تتراوح من 20,000 الى 36,000 سنه قبل الميلاد. تخيل. يعني مثلا الباحث المصري اللي بيتكلم في فيديوهات عن حزام أورايان وما شابه، بيتكلم يقول لك الاهرامات او اهرامات الجيزه اتبنت 10,500 قبل الميلاد. مش معنى يقول لك عشان ده هو ده التاريخ اللي حصل تطابق فيه بين الاهرامات الثلاثه مع حزام أورايان في السماء، واللي خدها طبعا احمد مراد، يعني ربنا يعني يسامحه، وابتدى يلعب بيها في احتفاليه المتحف المصري الكبير. انت قبل ما تؤمن وتقول والله انا ممكن ارجع تاريخ اهرامات الجيزه دي ارجعها ل 10,500 سنه، انت عارف مصر كان شكلها ايه 10,500 سنه؟ مصر جغرافيا جيولوجيا، من التوبوغرافيا، من المناخ، من الجيولوجيا، مصر كان شكلها ايه؟ يعني مصر كانت جيولوجيا وجغرافيا، ونهر النيل التوبوغرافي بتاعه والكلايماتولوجي المناخ كان يسمح ببناء حضاره، كان يسمح ببناء مثل هذا المعمار. مش تعرف الاول الجيزه دي كانت موجوده ولا لا؟ انت موافق ان اهرامات الجيزه تبقى موجوده 10,500؟ اولا فتره 10,500 دي الفتره اللي هي في للاسف برضو يعني التاريخ البديل بيتبع بنظريه حاجه اسمها الكوارث بتاعه اليانجر درايز دي فتره مناخيه عقبت الفتره بتاعه العصر الجليدي، فبالتالي الفتره ديت يعني ابتدت قبل العصر المطير، وكان العالم كله بيبقى فيه كوارث طبيعيه، وفتره ما تسمحش خالص في اي حته في العالم انك تبني حضاره ولا تبني تكنولوجيا ولا تبني اهرامات ولا كلام. الناس كانت فتره كوارث طبيعيه. انت حاطط في دماغك ان الفتره دي، والمشكله ان اللي بيروج لموضوع اليانجر درايز هم بتوع الباحثين التاريخ البديل. ما حدش كان يعرف يعني ايه يانجر درايز. الفتره بتاعت اللي من 11,000 ل 10,000 سنه قبل الميلاد دي، تحديدا بالظبط من 10,900 ل 9,700 قبل الميلاد. يعني الفتره اللي بتتكلم فيها عايز يبني فيها الهرم الاكبر، يبني اهرامات الجيزه كلها. دي فتره فيضانات، فتره كوارث على مستوى العالم. طب لو احنا قلنا ما حصلش في مصر كوارث، طب يبقى هي دي الفتره اللي الفتره دي كانت فتره عصر مطير، وكان نهر النيل كله عباره عن ادغال واحراش، وكانت النيل الدلتا كلها مغموره مائيا، وكان البحر مستوى البحر عالي جدا، ميه البحر كانت بتوصل لكل الدلتا. القواقع والفاصلز الحفريات البحريه الموجوده في البيد روك السطحيه، في السيدمنت الاولانيه، في يعني طبقات الارض اللي هي اللي فوق الحديثه، مليانه بقايا بحريه، شيلز وقشريات. دي من الفتره دي. انت بتتكلم في فتره ما كان الجيزه كلها كانت منغمره، الدلتا كلها كانت مغموره بالمياه، وفيضان النيل كان عنيف. النيل كان طول السنه بيفيض، مش بيفيض فتره معينه ولا شهر معين ولا لا طول الشهر، لان فتره مطيره. طب ازاي هتبني؟ يقول لك لا 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 استنى، هو ما ينفعش يعني في الفتره دي ما ينفعش 10,500؟ طب ما انت كنت مثبتها مع الباحث المصري، دلوقتي هتقول لي نرميها قبل كده ما كانت موجوده. يقول لي طب ماشي، يبقى ممكن كانت موجوده قبل كده. بص التفكير، بص الاحتمالات. ماشي موجوده، عايز ترميها فين؟ انا معاك والله، انا عايز اريحك. الفتره اللي قلنا دي بتاعت اليانجر درايز فتره كوارث، ما كانش فيه مجتمعات، ما كانش فيه حضاره، ما كانش فيه جيزه.
عايز ترميها فين حضرتك؟ بس انا مش هتكلم عن اي حاجه، انا هتكلم عن الاهرامات، عشان مجرد ما تثبت ان الاهرامات ما ينفعش ترجعها الفترات اللي بتتكلموا عليها، خلاص يبقى كل النظريه باظت. عايز تودي الاهرامات فين؟ ما ينفعش 10500، ما ينفعش في اليونجر درايس، ما ينفعش بالفتره بين هترجعها قبليها 20، عايز يرجعها 20000 سنه، يرجعها 20000 سنه. يا سلام، عينيا الاثنين، رجعها 20000 سنه. بس انت عارف الفتره من ال 20000 من 30000 ل 20000 عايز ترجعها دي كان اسمها فتره ايه؟ العصر الجليدي، اللي بيسموه لاست جليشيال ماكسيمم، العصر الجليدي الاكبر الاخير. يعني كان اكبر عصر جليدي قبل الفتره اللي هي اللي ابتدى يحصل فيها ارتفاع لدرجات الحراره في الفتره من 10000 قبل الميلاد. طب عايز ترميها 20000 30000 20000 سنه او 30000 سنه قبل الميلاد؟ انا معاك لحد الطلاينه بيقول لك 36000 سنه. من 36000 سنه ل 10000 سنه عصر جليدي، بلايستوسين اسمه جيولوجيا. السكيل او الجيولوجيك تايم سكيل دي الفتره اسمها بلايستوسين، العصر الجليدي. ماكسيمم كمان الكبير يعني، الجليشيال ماكسيمم، العصر الجليدي. العصر الجليدي يعني ايه؟ يعني ما فيش حضارات، ما فيش ناس، اوروبا كلها متغطيه بثلج، والحراره عندنا كانت شوف عشان تبقى فاهم جيولوجيا. العصر الجليدي انا مش هقول لك ان كان عندنا ثلج، بس لما يحصل نص الكره الارضيه اللي فوق ده كله متغطي بثلج، ايه اللي بيحصل في الجنوب بقى؟ تخيل ايه اللي بيحصل؟ بيحصل جفاف، لان المطر بيقل. فنهر النيل ما كانش بالمنظر ده، كان مستنقعات، وكانت الصحراء كلها، البلاد كلها، مصر كلها صحراء. ونهر النيل كان المنبع الاساسي اللي هو اللي بيجي من الحبشه، اللي هو النيل الازرق ده كان جاف. والنيل الابيض اللي بيجي من المناطق الاستوائيه كان ضعيف جدا. فنهر النيل ابتدى يتحول من ممر واضح الى مستنقعات، والصحراء ابتدت تغزو مصر كلها. ومصر ما كانش فيها لا مجتمعات ولا حياه ولا مدن ولا قرى، مفيش تجمعات بشريه. ما دام مفيش تجمعات بشريه ومفيش زراعه طبعا. الزراعه ابتدت 8000 مثلا قبل الميلاد. وبعدين ما تلاش تخش عليها بقى تقول لي التاريخ التوراتي والتايم سكيل بتاع الحضاره التوراتي والكلام اللي هو ايه يعني غريب جدا ده. بقول لك الفتره بتاعت اللي انت عايز ترجعها بتاع 36 20000 كل ده فتره عصر جليدي. هتبني ازاي؟ اي حضاره بتبني ماشي، ناس متقدمه، هتبني ازاي؟ فينهم؟ مناخيا مش هيقدروا، جيولوجيا مش هيقدروا، ما كانش فيه ميه، ما كانش فيه نهر النيل، ما كانش فيه جيزه. انت فاكر الاقصر واسوان والجيزه اعدالك كده من 100000 مثلا سنه، ولا من 90000 سنه، ولا من 60 ولا 36000 سنه زي ما بطلعنا قاعده؟ الجيزه قاعده كده، والهرم ده قاعد لك كده من 36000 سنه قبل الميلاد، قاعد مستنيك. الاقصر واسوان والمنيا واسيوط وابو سمبل وكل ده قاعد زي ما هو كده ايه التفكير الطفولي ده؟ ايه المراهقه الفكريه دي؟ قبل ما تمشي ورا اللي بيدعوا يقول لك تعالى نرجع ل 36000 سنه، مش تشوف الاول الفيلم ده 36000 سنه كان شكله ايه؟ مصر كان شكلها ايه؟ مناخيا وجغرافيا وجيولوجيا، التجمعات البشريه شكلها ايه؟ التطور البشري عندنا شكله ايه؟ البوبيوليشن كان شكله فين؟ فين الناس؟ فين المجتمعات؟ فين الزراعه؟ مفيش. انت بتتكلم فتره مفيش حاجه فيها، في حيوانات بس، دي نهايات الميجافونا، الحيوانات الكبيره الضخمه، تماسيح وافراس نهر وزرافات وحاجات متوحشه وادغال واحراش، والنيل والدلتا كلها مغموره. انت فاكر الجيزه دي وابو الهول ده مستنيك كده من 20000 سنه عشان تقعد تنظر عليه؟ انت واهم. هي مش حضاره مفقوده، هو فهم ووعي مفقود. الموضوع مش حضاره مفقوده، هو وعي مفقود، هو فهم مفقود. وعيك هو اللي مفقود. لما تنجرف وتخلي واحد يسوقك ويخليك تؤمن وتتبنى نظريات، يقول لك نرجع ل 10500، نرجع التاريخ المصري نرجع الاهرامات ل 36000 سنه قبل الميلاد. انت بتساق، ده مش ايمان بنظريه. وبعدين الناس اللي مؤمنه بالنظريه يقول لك يا دي ليها وجهه علميه، يعني بيحسوا ان هم عندهم شياكه كده علميه. ما هو بيؤمن بقى ان الهرم ده مش مقبره، الهرم ده مصنع طاقه، حاجه شيك يعني. هو بمزاجك انت هتلبس مصر القديمه وظيفه غير وظيفتهم. الناس اللي بتدعم افكار ومزاعم
اللي بيروج ليها تيار التاريخ البديل بيعتقدوا ان السبب اللي بيخليهم ينضموا لهذا التيار هو فكرة عدم التصديق. يقول لك والله بص انا مش مصدق ان المصري القديم هو مثلا اللي بنى الهرم الاكبر. مش مصدق، من حقه، هو مش مصدق، مش فاهم. يعني بيقف قدام مثلا المعابد او يقف قدام توابيت مثلا او يقف قدام مسلات يقول لك لا انا مش مصدق، مش فاهم ومش مصدق. لا ده لازم في حل تاني، او في حد تاني عملها، حد تاني هو اللي شايد الكلام ده، حد تاني هو عمل الكلام ده، انا مش مصدق. طيب كويس، يعني هو المنطلق او البريمس بتاع الناس اللي بينخرطوا وبيدعموا في مزاعم التيار التاريخ البديل هو فكرة عدم التصديق، هو مش مصدق. طيب بس هو الباحثين بتوع التيار التاريخي البديل خاصة في مصر خلاهم بقى ايه؟ خلاهم يعني بيلعب على الشك ده، عدم التصديق ده، بيلعب على علامة استفهام دي، فخلى عدم التصديق عنده هو المنطلق الفكري للإيمان بحضارة مفقودة. منطلق انك تبتدي تقول بص انا مش مصدق. لو انا مش مصدق يبقى ده بيساوي يعني بالتبعية او بالضرورة يساوي ان في حد تاني عمل الكلام ده. ما هو ده زي اللي كان بيكفر، بيقول انا مش عارف ان انا شايف ان المصري كافر وان التماثيل دي معناها وثنية. هو فاهم كده نتيجة ايه؟ نتيجة عدم وعي. وده الافندي اللي ابتدى يدعم تيار التاريخ البديل برضه نتيجة عدم وعي وعدم دراسة وعدم فهم. ما هو الجهل برضه هو السبب الاساسي. كل دوت ادى لعدم تصديق، مش مصدق. طيب انت وصلت للنتيجة دي، انا عارف ده يعني هو يعني من حقك انك تقول مش مصدق، من حقك، بس مش من حقك انك تقفز بقى وتنط من نقطة عدم التصديق او من المحطة بتاعت عدم التصديق الى محطة اخرى اسمها ايه؟ اتهام الحضارة دي بالسرقة وارجاع المنجزات دي الى حضارة مفقودة. ما ينفعش انط من عدم تصديق الى ان انا اجزم واؤكد ان في حضارة مفقودة. ما ينفعش، ده ما يساويش ده مش بالضرورة بيؤدي الى ده. انا عارف عدم تصديقك لانك عندكش عدم وعي وعدم علم وعدم فهم للحضارة المصرية القديمة ولا لتراثها المعماري ولا الفني ولا كويس، حلو، فيش عندك ما يبرر عدم تصديقك. طب انت ليه بتفتي بقى وبتنظر وتقول ان في حضارة مفقودة؟ مبني على ايه؟ حضارة مفقودة لازم تبقى ليها مقدمات، لازم تبقى ليها قواعد تبنى عليها الفكرة ديت، لازم يبقى ليها آثار أركيولوجية، كتابة، فن، معمار، قبور، هياكل. دول مش ناس، دول مش كانوا ناس برضو ولا ايه؟ يعني الحضارة المفقودة دي كانت تكنولوجيا كده وهمية جاية من الفضاء؟ مفيش كان يعني كائنات، مش عايز اقول احياء ولا ناس، جايز مش ناس، مفيش احياء هم اللي بنوا الاهرامات عن طريقها. الناس اللي عملوا مصنع الطاقة ده مش برضو دول كائنات عملوها؟ الكائنات دي ما كانتش يعني عايشة على الارض؟ ما سابتش اثار ليه؟ انت بتقول لي فين النقوش طب ما فين النقوش بتاعت الحضاره المفقوده؟ الاهرامات بتاعت الاسره الخمسه مليانه متون الاهرامات دي منين؟ والنقوش اللي حضرتك بتتكلم عليها ما كانتش موجوده في المقبره، موجوده في المعبد بتاع المعبد الجنائزي. ما كل المعابد، هو التمثال بتاع خفرع ده اللي موجود في المتحف المصري بتاع التحرير، جايبينه منين؟ انا جايبينه من قدام الهرم. تمثال من كورع جايبينه منين؟ جايبينه من قدام الهرم بتاعه. انت اللي بس عندك فقدان في الوعي، فقدان في المعرفه بس، مش اكتر. هي مش حضاره مفقوده، هو وعي مفقود. انت لو تعرف انت التصميم بتاع المجموعه الجنائزيه لاي ملك في الدوله بتاعت الاسره الرابعه، هتلاقي ان النقوش والكتابات كلها في المعبد الجنائزي ومعبد الوادي. طب معبد الوادي كان كله تماثيل. انا جايبين زي ما قلت لك، جايبين تمثال خفرع منين؟ فما حدش يعني يوهمك ان ما فيش نقوش يبقى دي مش بتاعت حد، فاضيه بقى كده خلاص، لقيناها فاضيه وننظر احنا. ما فيش موميا، ما لقيناش حد مدفون. عايز تلاقي حد مدفون من 5000 سنه و6000 سنه، بتحمد ربنا انك لقيت الهرم. كمان عايز تلاقي موميا وعايز تلاقي كتابه؟ ده ايه ده؟ انت بتتشرط؟ ده في ناس بتلاقي في حته فخار دول غير مصر حته فخار بيعملوا عليها متاحف، مش اهرامات ومعابد ومسلات. ايه ده؟ ده بطر، والله العظيم ده بطر. يقول لك فين النقوش؟ فين الوعي؟ فين الدراسه؟ انت مشكلتك مش في حضاره مفقوده، انت حضرتك
مشكلتك انك في وعي مفقود. امال احنا بنينا التاريخ المصري وبنينا الاسرات ازاي؟ وعملنا السيكونس ده زي السيكونس ديتنج ده عملناه ازاي؟ التاريخ التسلسلي ده ما من كل اللي لقيناه من مقابر والبرديات والكلام اللي فين النقوش، ما لقينا في نقوش. واحنا عملنا التاريخ بتاعنا الطويل ده ازاي؟ دللنا عليه باي شيء يعني؟ خمنا زي ما انتم بتخمنوا، بيتهيأ لنا زي ما بيتهيأ للناس بتوع الباحثين التاريخ البديل خالص. انا عايز ارجع برضو نقطه، يعني انا فكره بس بفكركم ان ده راوند اب لمعظم الحاجات او الفكر اللي احنا ناقشناه في حلقات بتاعه 2025. بعد من الحاجات اللي يعني انا مثلا فككت نظريه حزام أوراين، فككت نظريه شمس سحور، وضحت مدى العيوب اللي فيها، ورجعت تاني لبرديه تورين اللي كانوا بيستشهدوا، وضحت برديه تورين شكلها ايه، واللي المذكور فيها كانت دي فترات اسطوريه للآلهة ولقوى الطبيعة. يعني لما الاقي مثلا في القوائم الاقي مثلا انوبيس، والاقي جب اللي هو اله الارض، وانوبيس اله الجبانه، دول ما كانوش ملوك. فقدان للوعي، فقدان للمعرفه، يديك حضاره مفقوده على طول ماشي. فقدان للوعي، فقدان للمعرفه يديك تكفير للحضاره دي. تكفير. دول كانوا كفر عليه، مش فاهم، انا مش فاهم على طول كفرتهم. لما فهمت شويه كسفت، اتلموا شويه، جم بقى طيار تاني، بقى طيار تاني بديل، لسه برضو ما فيش وعي، طب خش عليهم بقى بحضاره مفقوده. يعني هي الحضاره المصريه دي مش ملهاش نصيب، ملهاش بخت، ملهاش حظ انها تخلص ويتم تبرئتها من كل هذه الاتهامات. هو يا اما المصري القديم يا اما كافر، يا اما حرامي، يا اما كافر عن طريق البسطاء والناس اللي بيتشحوا بوشاح الدين، يا اما لص حضاره، لص تاريخ للناس اللي هم بيدعوا ان هم عندهم بعض الثقافه، بعد الاديوكيشن بعد التعليم. لا، واللي بيؤمنوا بالتاريخ البديل بيعتقدوا نفسهم ان هم يعني حاجه في منتهى الوجاهه العلميه، حاجه شيك قوي. احنا بنؤمن بنظريه ان الهرم مصنع طاقه. هي دي بقى الحداثه. يعني الباحث المصري بدون ذكر اسمه في انترفيو، لا احنا تيار الحداثه. حداثه ايه؟ ده تيار فقدان الوعي، فقدان الهويه، فقدان المعرفه. فلما يبتدي انا ابتدي افكك كل النظريات اللي من شمس سحور ومن تورين ومن حزام أوراين، حتى البيضه بتاعت النوبه اللي عملنا عليها 3-4 حلقات، وضحنا طبعا الخرافه بتاعتها. فالناس لما بيخشوا البعض بيخشوا يبصوا على حلقاتي اللي هم من السبورترز والداعمين لتيار التغربي، يقولوا انا كسرت كل هذه النظريات. يقول لك لا 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 لا، وبعدين واحد بقى يروح داخل من كتر بقى ما زهق بقى، يقول لك طب كويس مش مشكله، مش عايزين احنا أوراين، ومش عايزين البيضه بتاعت النوبه، مش عايزين. المهم لو انت بقى جدع، لو انت فقيق قوي، قول لنا الاهرامات اتبنت ازاي. يعني هو ده اللي هيريحك؟ هو ده الحل بتاعك عشان ترجع الموضوع للحضاره المفقوده؟ ان انا اعجز ان انا اقول لك الاهرامات اتبنت ازاي؟ ومين قال لك ان القدماء اساسا في اي حضاره قديمه كانوا يسيبوا كتالوجات؟ هو المصري القديم كان مهموم انه يسيب لك كتالوج يقول لك هو بنى الاهرام ازاي عشان يرضي حضرتك ويرضي جهلك ويرضي عدم وعيك؟ المصري القديم ما كانش معني ان هو يسيب كتالوج. هو انا عشان عملت تمثال ولا عملت نحت تمثال جرانيت لازم اديك انا الكتالوج ازاي حفرت ازاي وعملت ازاي والفنان كان الشغل بتاعه ازاي؟ وامكانيه العمل ده واضحه والادوات واضحه. انت فاكر العصر البرونزي ده كان عصر متقدم حديث جدا. المصري القديم ولا اي حضاره قديمه على الارض لم تكن معنيه انها تسيب لك كتالوجات. مع ان برضه زي ما قلت لك مش من حقك تسال هذا السؤال، منطقيا حتى مش من حقك تسال هذا السؤال، الا اني عشان استمر في الرد ومواجهه التيار بتاع الفقدان، مش الفقدان الحضاره المفقوده، فقدان الوعي، فقدان الفهم، عشان استمر في مواجهه والرد على هذا التيار، انا اقول لك في 2026 استعد، لان الحلقات اللي هتنزل من اول يناير هتبتدي تشتغل وهتجاوب على الاسئله دي. كيف بنى المصري القديم الاهرامات، وازاي عمل التماثيل والتوابيت الجرانيت والاواني الخزفيه كمان. كل دوت له اجابات. وهنتكلم برضو على حاجات زي توابيت السرابيوم، هنتكلم عن الخزف، هنتكلم عن نقل الاحجار من اسوان، هنتكلم عن المسله الغير مكتمله اللي في اسوان الجرانيت. كل الاسئله الشائكه ديت هيتم التطرق والاجابه عنها في حلقات 2026. فان شاء الله الى ان نتقابل في العام القادم، لكم مني اطيب الامنيات،
بعام جديد، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.